الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من عرف عقيدتك. قال الإيمان بالملائكة عليهم السلام. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فكان من عقيدة المسلم الإيمان بملائكة الله عز وجل، وقد خلقهم الله عز وجل من نور. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ومن شأنهم عليهم السلام أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن شأنهم عليهم السلام أنهم لا يسبقونه بالقول. قال الله عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن شأنهم عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى سخرهم لذكره ولعبادته. قال الله عز وجل: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ومن شأنهم عليهم السلام أن منهم الصافون ومنهم المسبحون. قال الله عز وجل: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ومن شأنهم عليهم السلام أن منهم المتصرفون في شأن العالم، إذ أن الله عز وجل أوكل إليهم تدبير الأمور في كثير من الشأن في هذا العالم. فتجد ملك الموت ومعه ملائكة يعينونه في قبض الأرواح. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كلمة يعينونه في قبض الأرواح تغير كلمة يعينونه، فإنما هم أتباع له. وتجد ملك القطر ومعه ملائكة حتى أنه ذكر أنه ما تنزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك من الملائكة. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: استأذن ملك المطر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال لأم سلمة رضي الله عنها: احفظي علينا الباب لا يدخل أحد. فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخل فجعل يصعد على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الملك: تحبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. فقال فضرب بيده فأراه ترابا أحمر، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال: فكنا نسمع يقتل بكربلاء. وتجد الملائكة الموكلة بالأرحام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك. كلمة نطفة ليست موجودة في جميع النسخ المعتمدة، ولكن المعنى يدل عليها. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينقطع فيه الروح ثم ينفخ فيه الروح. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وتجد من الملائكة المعقبات الحفظة بأمر الله عز وجل. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وتجد من الملائكة المقسمات لأمر الله. قال الله عز وجل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وتجد من الملائكة النازعات والناشطات.
قال الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. والنازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات هي الملائكة تسل أرواح المؤمنين، كما تخرج القطرة من في السقاء، على ما يأتي بيانه في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه إن شاء الله. فشأن الملائكة عليهم السلام عظيم، طائعون لربهم مسبحون بحمده. قال الله عز وجل: وإنا لنحن المسبحون. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته ولعباده، سبحان الله بحمده. ومن شأنهم عليهم السلام أنهم عدد كثير لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذلك أن الله لما ذكر أن على النار 19 يعني قال الكفار أما هؤلاء نكفاهم، فأنزل الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، إنما خوفهم بها سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث مالك بن صعصع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، فرفع للبيت المعمور. فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، فكل يوم يدخل البيت المعمور من الملائكة 70,000 يطوفون فيه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا أيضا يدل على كثرة عددهم. ومن شأنهم عليهم السلام أن منهم حملة العرش. قال الله عز وجل: والملك على أرجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وفي سنن أبي داود رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي مسند الإمام أبي يعلى رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه في الأرض السابعة والعرش على منكبيه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. ومن شأنهم عليهم السلام أن الله عز وجل جعل لهم أجنحة. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وله 600 جناح. وفي الصحيحين من طريق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: أخبرني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. ومن شأنهم عليهم السلام أنهم يأتون يوم القيامة مع الله عز وجل. قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن منتظرون. من شأنهم عليهم السلام أن أفضلهم جبريل عليه السلام الروح الأمين، ولهذا اختاره الله عز وجل من بين الملائكة للنزول بوحي سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة على الإطلاق، وهو أفضل رسول ملكي على الإطلاق، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والأنبياء على الإطلاق، وهو أفضل رسول بشري على الإطلاق. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.